يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. بقالي اسبوعين ما بصورش معاكو حاجة. قلت بقى النهاردة انزل بقى السوق واجيب قلقاس وابدأ اصور. الحمد لله على كل شيء. كان دور برد جديد شوية، الحمد لله. خدت انا وابني. ما كنتش الصراحة بعمل اكل، يعني اغلبية الاوقات كنت بجيب اكل جاهز، ولما بعمل كنت بقى مش قادرة ان انا اصور الصراحة. يلا الحمد لله. هنا انا قلت بقى اعمل قلقاس. اما تيجي تشتري القلقاس هات القلقاسه اللي هي المدوره، ما تجيبهاش اللي هي المطوله ديت. المدوره دي هتستوي معاكي حلو. انا كنت بشرب ينسون عشان صدري تعبني، الكحه لسه ما راحتش شويه. هنبدا بقى نقشر في القلقاس. اهم حاجه وانتي بتقشري قشري بتأني، عشان خاطر ايه، القلقاس ممكن يعور ايدك وبيزحلق بيزفلت من الايد. فبالراحه طبعا، انا هنا مسرعه فبيبين ان انا ايه، بقطع بسرعه. فانتي على مهلك وانتي ايه بتقشري القلقاس. زي ما قلت لك كده، تجيبي اللي هي ايه المدوره عشان تستوي معاكي بسرعه، متاخدش ايه غلوتين وبتكون مستويه. هبدا بقى ايه، ننضف بقى السلق بتاعنا، نقطعه من العروق بتاعته. اهم حاجه لما تيجي تعملي اكل تنضفي خضارك الاول، عشان لما تقفي على الحوض تغسلي، ما تبقيش ترجعي تنضفي حاجه ايه تاني. يبقى كله ايه جاهز على ايه، على الغسيل على طول. طبعا القلقاس بياخد غسيل، يعني بياخد غسيل جامد. يعني في ناس ما بتغسلهوش، بتكتفي باللي هي بتنشفه بفوطة من مبلولة من على الوش كده وتقطعه وتسويه. طبعا انا ما بعملش الكلام ده، انا لازم اطلع عينه في الغسيل. طبعا بغسله بمية، بنقعه في مية سخنة وبغسله، بخليه لحد ما يخروش في ايدي كده. انا خدت اللي انا اعمله على طول كده، ما خدتش اللي انا اسيبه ما اغسلوش. طبعا الخضرة طبعا في الشتاء بتبقى جميلة، زي ما انتوا شايفينها خضرة وحلوة كده. انا هنا كنت خلاص نضفت الخضرة بتاعتي. نلم بقى الزبالة دي كلها عشان نقعد نقطع ايه القلقاس. بصي وانتي بتقطعي القلقاس حاولي ان انتي تمسكيه بفوطة عشان ما ايه، ما يزفلطش من ايدك وتكون ايدك ناشفة، لان القلقاس ده صعب في تقطيعه. نبدأ بقى نقطعه كده مكعبات. عايزة اقول لكم القلقاس دوت ما خدش غلوتين على النار وكان استوى بقى زي الزبدة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت الكل يعمل متابعة على صفحة الفيسبوك، هي الاسم بتاعها وصفات لومة، ونفس الصورة اللي على اليوتيوب برضو. اهم حاجة خدي بالك، انا عايزة اقول لكم انا سبعي اتعور برضو، مع اني كنت محرصة، بس برضو سبعي ايه اتعور. القلقاس ده من اسهل الاكلات، ما بياخدش وقت خالص. هو بياخد وقت في غسيله بس، لكن هو كطبيخ على النار ما بياخدش وقت خالص. عمايله سهل جدا. انا عايزه في مره كده بقى ايه اوريكم ان انا بفرزه ازاي. انا ما بفرزه بطلعه، ما بعملش فيه اي حاجه خالص غير ان انا بحط كله في قلب الشوربه. طبعا القلقاس بيبقى حلو على شوربه اللحمه احسن من شوربه الفراخ. يعني هو المفروض بيتعمل على اللحمه، ولو عايزه تعمليه على الفراخ يتعمل عادي، مش هيقول لا. انا ساعات بعمله على فراخ، لما بيكون عندي فراخ وعايزه اعمل فراخ بعمله عادي. يا ريت نصلي على النبي بقى في التعليقات. مش عارفه اعمل ايه في موضوع الكحه ديت، مش عايزه تروح خالص. خدت برشام وخدت دوا كتير، برضك مفيش فايدة. يلا الحمد لله. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. في ناس بقى تقولك ايه، هاتي قلقاسة واحدة عشان خاطر تبقى كلها سوا بعض. لا مش شرط، مادام انت جايباها مدورة إيه هتبقى سواها واحد. يعني لو جبتي 3 4 عايزة تقطعيهم مع بعض وتعمليهم عادي. لكن لو جبت واحدة طويلة مطولة وواحدة مدورة، هتبص هتلاقي السوا بتاعها بيختلف واللون بيختلف. هتبصي هتلاقي ايه ادت لون مزرق كده معاكي، فمش هتبقى حلوة. فيستحسن تجيبي اللي هي المدورة دهي.
بيقولوا عليها قلقاس نتاية. طبعا هنا انا كنت نقعتها في ميه سخنه. طبعا ما بكتفيش بمره ولا باتنين ولا بتلاته، يعني انا مش عايزه اقولك يعني ما تعديش. افضلي اغسلي كده فيه لحد ما الماده اللزجه اللي فيها تنزل. طبعا انا هنا مشغله السخان، طبعا السخان عندي غاز فعادي ما صحي، مش اللي هو ايه ميه مركونه. طبعا دي ميه جاريه على طول في المواسير، ما بتبقاش مركونه. ما عندكيش سخني في الكاتل او على البوتاجاز ميه وانقعيها واقعدي بقى ايه، معاكي ربنا بقى اقعدي اغسلي بقى فيه قد كده. اهم حاجه طبعا غسيله لحد ما تحسي ان انت خلاص بقى ما بقاش فيه ماده لزجه نازله منه. كل مره بغسل برضك الطبق العلبه اللي انا بغسل فيها. طبعا انا كنت غسلت السلق والكزبره. هنا بقى ايه كانت حطيت اللحمه على النار وشيلت الريم بتاعتها، واحط بقى بصلايه كبيره وحبهان ورق لورا وفلفل اسمر، وهنغطي بقى عليها كده ونسيبها ايه تتسلق. اهم حاجه ترتبي ايه حاجاتك اللي انت تعمليها، بحيث ايه تخلصي الاكل كله مع بعضه. طبعا هي اللحمه على النار اهيت، وعلى ما تتسلق اللحمه وتستوي اكون جهزت بقى السلق وحمرته. هنا بتقطعيه بتحطيه في طاسه ناشفه خالص، ما فيهاش ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص. هتسيبيها كده ايه تدبل تطلع البخار بتاعها. بعد كده هقولك هنعمل ايه. بصي هي كده دبلت خلاص، نحط بقى معلقتين سمنه بلدي كده حلوين، نبدأ بقى نحمرها. انا بحب جنب القلقاس الرز يكون ابيض، ما بحبوش بشعريه. حابه انت تعمليه بشعريه ايه براحتك، دي حاجه ترجع لك يعني مش هيقول حاجه يعني. حطيت هنا معلقه سمنه على معلقه زيت في الحله، وهعمل الرز. طبعا انا ايه بخليها القلقاس في الاخر خالص لحد ما اللحمه تستوي، لانه هو مش هياخد سوا على النار اساسا. عايزه اقول لكم هو كانت غلوه والتانية كان استوى. اشوح بقى الرز كده، اديله تشويحه حلوه. وكنت حطيت الماء في الكاتل تسخن. نفضل بقى نقلب كده سلق لحد ما نحمره حلو. نحط بقى هنا معلقة، حطيت معلقة ونص ملح، وهنشربه بقى. نفضل بقى نقلب في السلق كده. هتجيبي 5 فصوص توم كبار وتقطعيهم كده كده، كل ده هيتفرم في الكبة. حابة تحطيه سليم، حابة مش حابة عايزة عندك مفروم تحطيه مفيش مشكلة، لأن كل ده هيتفرم. أبدأ بقى أحمر التومة في قلب السلق كده لحد ما ايه يحمر حلو. أهم حاجة نكوني خارجة من المطبخ يكون كل حاجة ايه استوت مع بعضيها. ما تستنيش حاجة تستوي عشان خاطر ايه تكملي. اشتغلي كده كل حاجة على العين، هتبصي هتلاقي خلصت بسرعة. كده كان خلاص السلق اتحمر. جبت بقى حلة ايه وهصفي الشوربة كده عشان الحبهان ما يجيش في بقنا واحنا بناكل ولا الورق اللورا. هنحط بقى ايه معلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة شطة، طبعا الشطة اختياري، معلقة ملح. وحطيت مكعب مرقة دجاج برضك، لو حابة تحطيه مش حابة براحتك. طبعا بقى انا كنت غسلت القلقاس، بصوا بيخروش في الايد، مفيهوش اي ماده لزجه خالص، يا دوبك غلوتين اول ما يستوي. انا هنا كنت فرمت السلق في الكبه، هتنزلي عليها غلوه بالظبط واحده، هو اصلا كده كده استوى خلاص يعني. هنا بنزل بقى بحبه الشوربه دول، باخد السلق اللي في قلب الكبه. كده خلاص اكلتنا خلصت، واستنوني في وصفه جديده.